السلام عليكم الزلفلون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار. طبعا بعد حدوث مشاكل في القناه الاولى جياسكا اخبار تيفي، قلنا لكم الاخبار في هذه القناه اللي نتمنى منكم ان شاء الله كل الدعم باذن الله. يعني حصريا اداره شبيبه القبائل تصدر بيانا تندد فيه بالاعتداءات التي تعرض لها انصار الفريق في سطيف. يعني الانصار تاع فريق شبيبه القبائل راهم صراو الاعتداءات في سطيف، يعني ووصفت ما تعرض له الانصار بالهمجي والغير رياضي. يعني لو كان هذا في تيزي وزو، يعني في منطقة القبائل، لكانوا قد أقيموا الدنيا ولم يقعدوها، ولكن بما أنه ما صارتش في تيزي وزو، ما صارتش في القبائل، صارت في مناطق خلاف، كل الإعلام راهو ساكت على هذه التصرفات التي تعتبر همجية. أكدت تعرض حافلة الفريق إلى اعتداء بعد مغادرتها للملعب. نددت بقضية التذاكر التي خصصت بأنصار الكناري، والتي كان سعرها مرتفعا مقارنة بسعر تذاكر أنصار الوفاق بين قوسين جريمة في كرة القدم. إدارة الشبيبة أكدت أنها سترفع قضية التذاكر للهيئات المختصة. يعني احنا نتمنى ان شاء الله انهم يرفعوها للهيئات المختصه، وكما احنا نقولوا ينظروا ويقوم فيها اعاده النظر باذن الله، وكل واحد راح يدي حقه ان شاء الله، لانه صراحه جريمه في كره القدم. والله تشوف بعض التصرفات يعني الهمجيه صراحه. كرة القدم في الجزائر كارثة كارثة. نتمنى ان شاء الله كل توفيق لشبيبة القبائل، ماذا بينا ان شاء الله اليد في اليد باش ديما راح تكون للقدام ان شاء الله، ونتمنى لها التوفيق. وخليونا الاراء تاعكم في التعليقات باذن الله.